سوبر فوسفات المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله؟ عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات والفيديوهات السابقه اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا مواسم الزراعه مختلفه زي ما انتم شايفين، او المحاصيل اللي بتتزرع في مواسم مختلفه جدا. ورجعنا مره تانية مع الفلاح الذكي عم حامد. زي ما انتم شايفين نورت الارض بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين السماد منتشر في الارض بالشكل ده. طبعا هو اول حاجه عملها جهز الارض للزراعه. طبعا انا لسه ما قلتش احنا هنزرع ايه. جهز الارض للزراعه يعني ايه؟ جهز الارض للزراعه يعني حرث الارض وظبطها بالليزر وحرثها مره تانية. ودلوقتي علشان هو قادم على زراعه محصول جديد، فهو دلوقتي بيجهز الارض او بيكمل تجهيز الارض للزراعه. طبعا كل محصول ليه طريقه تجهيز الارض او التحضير للزراعه بطريقه مختلفه. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما جهز الارض للزراعه بالشكل ده وحرثها مره تانية، جاب السماد اللي هو اسمه سوبر فوسفات المحسن. طبعا يا ترى ايه يا ام اسامه المحصول الجديد اللي انت هتزرعيه او اللي انتوا هتزرعوه في الارض؟ المحصول اللي احنا هنزرعه في الارض يا جماعه المره دي محصول مختلف عن كل المحاصيل. طبعا ما زرعناهوش او ما عملناهوش فيديوهات على قناتنا قبل كده، واول مره ان احنا نعمله مع بعض ونجهز له الارض للزراعه، وهو محصول البطاطس. زي ما انتوا شايفين قبل الزراعه بكام يوم يا عم حامد؟ احنا كده هندفن الارض. ايوه الاول احنا نزلنا السباخ البلدي. تمام. ماشي. وحرثنا الارض 3 سكر. وبعدين هنبدر الصوبر ده. ايوه. ونطفي الارض بقى. ونزرع بعد 20 يوم. بعد 20 يوم يعني بعد وضع الصوبر او السماد في الارض هيطفيها مره بالميه، وبعديها يزرع. تتم اجراء عمليه الزراعه بعد 20 يوم من وضع السماد في الارض. طيب ليه بنضيف السماد يا عم حامد قبل الزراعه؟ ده يفك الارض وغذاء عشان الارض تبقى خفيفه على البطاطس. تمام. طبعا هو بيضيف السماد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بينصروا او بيبحتروا. عندنا في الفلاحين بيقولوا بنبحتروا في الارض كلها بالطريقه دي او بالنظام ده، يعني ما بيخليش ولا شبر في الارض غير لما بيضيف له السماد. تجيب الشكاره. طبعا بيضيف السماد او بيحط قد ايه بيبقى حسب المساحه اللي هو هيزرعها. بيجيب كميه السماد على قد المساحه اللي هو هيزرعها بطاطس. يعني دول 7 شكاير، دول 7 شكاير سوبر فوسفات محسن للتربه، صح؟ بس هو كده يا عم حامد انت ضفت السماد البلدي تمام. مش يعني مش هيبقى يعني كتير على الارض. لا البطاطس عايزه الارض عافيه شديده. يعني انا اقصد ان السماد البلدي بيبقى فيه جميع العناصر الغذائيه. ماشي. السماد البلدي فيه جميع العناصر. ايوه ماشي. ده بينحط برضو عشان يفك التربه. تمام. ماشي. ايوه. يقوم ايه دي بقى لما تيجي تزرعي ده يتقلب في قلب الارض. تمام. تيجي تعزقي تبقى الارض مفكوكه. عمكم حامد ده بقى الفلاح النشيط. الفلاح الذكي، الفلاح النصيح. زرعت بصل ولا توم؟ طبعا يا جماعه زراعه البطاطس بتتزرع بطريقه معينه. يعني في ناس كتير ما تعرفش ان البطاطس مثلا يعني في اغلب الناس على امل ان البطاطس دي بتبقى مثلا كور صغيره او حب صغير اللي هو بيبقى صغير قوي، ده اللي احنا بنشوفه في السوق.
مم. عايزين نفتح شكارة تاني. كده خلصنا واحدة. اهي شكارة اهي. ايوه المحسن اهو، بصوا يا جماعه اسمه كده. طبعا هو انواع، في منه نوعين، في النوع ده وفي نوع كمان تاني. ده النوع الرخيص. بتبقى الشكاره بتاعته بيضه صح؟ اه مم. الغالي. نعم. اللي هناك خلي منين؟ ايه امال خلي دي بالجنب اللي عندي. امال اجيب ايه؟ اهو بالطريقه دي. نخلص شكاره نفتح اللي بعديها. طبعا هنا رش السماد بحكمة علشان الأرض كلها يبقى انضاف لها السماد وتبقى زي بعضيها. شاطرة يا لؤلؤ. انت عند جدك النهارده. لا دي لسه انا لسه بضربها. دي ما عندكش جرجرت قوي؟ اي طب اديني شويه عشان بيقولك كلنا في الجرجير يزرعوا تحت السرير. علمت المرأة ما في الجرجير. كانت تزرعوا ايه؟ لا زرعته لزوجها تحت السرير. اوعى اهدى. اللهم اني صائمه. ايوه انا صائمه. انا صائم. ندى دودو كلمي يا تيتا. تعالي كده أهو. لا نطلع المعلقه هنا ايه؟ بس شيلي يا حاج. عم حامد دوت مننا وعلينا حبيبنا جوز عمتنا وعمنا. يعني عمكو حامد ده حبيبنا دايما معاه في الغيط. اهو نساعده اهو. طبعا هنفضل نضيف السماد لاخر شبر في الارض. طبعا زي ما قلت لكم ان هو عامل حسابه وجايب كميه السماد اللي تكفي الارض. احنا مستنيينك مراقبينك من فوق. زرعه مش عندنا. زرعه نادره، زرع القمح. زرعه البطاطس زرعه نادره واول مره نصورها. ان شاء الله. هتعمل لنا فطير ولا هتعمل لنا ايه في الزرع؟ مش هتعمل لنا حاجه؟ لا امال يعني هنيجي نساعدك على ما فيش ناكل لهم الفطيره حتى. يا سلام بقى اما بيجوا يقلعوه البطاطس دي يعملوا فطير وهيصه. دلوقتي بقت لحمه. مد ايدك. بس ما تقدريش هنا تاني يا وفاء. نعم ما تقدريش هنا تاني. مش هفضل بقى خلاص. هو لحد هنا بس؟ لا عشان نحطه بالعرض. اهلا يا اهلا يا اهلا بالناس. اهلا اهلا. عايزين نروح نعمل فيديو للمعيز. بس انتوا وحشين ام احمد قوي. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا حاج محمد. هيجي يقول لي انت كنت راكبه الحمار. ما شاء الله الحماره بتاعتي. تعالى يا محمد تعالى. يا عم تعبيلك مش روح قول لك محمد يجيب لنا جردل ولا حاجه.
بسم الله. نروح قلبي على العسل. ازيك يا حماده؟ تعالى تعالى هنا اهو. تعالى تعالى روح انت وندى. للذكرى. بس كفايه كفايه كفايه. وبيكلموه في البتاع. بص يا محمد اعمل كده، قول لهم حطوا اللايك. اعمل كده، بص لي، بص كده، اعمل بايدك كده، اعمل كده، اعمل زي جده. خد يا حاج. شيل يا حاج. ده بيت، تصدق بيحرق في ايديه؟ والله بيحرق في كبريت. ده بيحرق في ايديه. مش فيه كبريت. طبعا واخدينها جنب جنب علشان يضمن ان الارض كلها انضاف ليها السماد بالشكل ده. هتمشوا معايا، امسك في ايد ندى يلا. ما بدهاش. طبعا كل ما يخلص يعبي في المقطف تاني. كده هوب. يلا يا عم الحاج يلا. حاجة لذيذة الفلاحة دي، حاجة لذيذة. أنا بحب الفلاح بس ناقصني جاموستين بقى. حد يجيب لها جاموستين يا جماعه لو سمحت. طب خلاص خليها بقرة تبقى على القد. حسب طلبك. والله رضا، أنا راضي. ربنا يديني وأجيب أنا الجمايس. خليك بقى في الجرة اللي بعيدة. انت ماشيه بكره اهو. لو انا منك هدفها في دماغها بيه. هتيجي عيد ميلادي يا عم حماد. تجيبي تورته وبتاع. امال ايه؟ انتظروا يا جماعه عيد ميلاد ام احمد قريبا ان شاء الله. هيبقى نهار زرع البطاطس. ننقل بقى على الحوض اللي بعديه، واخدينها كده بنظام. وحشتوني والله العظيم. انا قلت لازم انا اطلع بقى كده في فيديو وما حصلش. ما حصلش اها. احنا بنسمد الارض اها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كأنك بتأكلي طيور كده. ام احمد بتسهل عليكم طريقه التسميد يا جماعه. يعني هي حاسه ان هي بتحط شويه قمح للفراخ بتاعتها، فبتقول لكم يعني طريقه التسميد سهله. هنفتح شكاره منين؟ انا من رايي تفتحوا دي بقى وتخلصوا الجنب ده. تفتحوا دي وتخلصوا الجنب ده على بعضه.
يلا يا حاج على البركه. بسم الله. هبلي انا هبلي. قوي. عشان مش معانا معون تاني نرش فيه، نعمل الشكارة دي نستخدمها للرش اهي. ايوه يا ندى، ايوه يا محمد. بسم الله. يا حبيبتي نعم. في فتله تشوفيها تبدأ من اتنين. اتنين. طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا مزروع الثوم والخس. طبعا عمي حامد ما زرعش القمح السنه دي، كان دايما كل سنه بيزرع في قلبه الفول، فهو برضو فكر ان هو مش شرط ان هو يزرع الفول في القمح فزرعه على الحد. واخدين بالكم اهو، دي زرعه الفول وهي لسه صغيره، انا قربت منها الكاميرا خالص عشان تشوفوها بالشكل ده. زارع الحد كله فول والصغيره دي اسمها كزبره اهي. زي ما انتم شايفين كده زرعوا في جور ما بين كل زرعه او حبايه وحبايه فول تقريبا على الاقل بيكون متر بالشكل ده. وانا لازم مش هجيب لكم الارض كلها سمراء وما فيهاش زرع، لا لازم كده نشوف حاجه جميله حاجه خضراء علشان تفتح نفسنا. طبعا جبنا الارض للنهايه زي ما انتم شايفين. طبعا كان نهايه الفيديو بتاعنا خلاص سمدنا الارض من اولها لاخرها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وكل شبر في الارض نضاف له سماد اهو بالشكل ده. طبعا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو ينول اعجابكم ونكون قدرنا نفيدكم في الفيديو في طريقه تجهيز الارض لزراعه محصول البطاطس. يا ريت ما تنسوش اللايك عشان خاطر ام احمد وعم حامد. ما تنسوش دعمكم لينا وكومنت جميل صلوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.